كل ده من ان انا اصحى بدري. ليه بقى؟ انا بصحى مثلا اصلي الفجر وبعد كده بقعد اذاكر، بتبقى جت الساعه 9 ونص 10، الناس لسه ما صحيتش من النوم وانت انجزت كميه حاجات مرعبه، فانت قاعد كده مبسوط، انت سابق. اصل خلي بالك جزء كبير جدا من الاكتئاب انك حاسس ان عندك نقص وتقصير تجاه نفسك والناس اللي حواليك بتنجح. في ناس انت شايفهم بينجحوا وانت شايف نفسك قاعد مكانك مبلط مش عارف تعمل حاجه. طب انت هتعمل حاجه ازاي اصلا؟ تعمل حاجه ده لما تكون انت انا مرتب يومي، حرفيا مرتب يومي. انت بتصحى الساعه 5 تصلي الفجر، خلي بالك دي كارثه كبيره جدا في الامه. ان يعني مثلا انا حوالي اصحابي 10، ممكن 2 منهم بس بيصلوا الفجر وال8 ما بيصلوش. طب ليه؟ مهم جدا جدا صلاه الفجر دي. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لك البركه في البكور، يعني وقت الصحيان ده. جعلنا الليل لباسا جعلنا النهار معاشا. فهو النهار ده معاش، هو ربنا قال لك كده، هو اللي خالق الكون وخلقك وخالق الفيزياء بتاعت جسمك كلها وخالق كل حاجه فيك، هو بيقول لك اصحى بدري. فانا هاجي اعكس كل الكلام ده واصحى متاخر، فانا كده ضايع حرفيا. فباجي الساعه 10 الاقي نفسي انجزت كميه حاجات والناس لسه بتصحى من النوم، فانا الحمد لله كويس.